السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة ديكور في الخلفية بتاعة التصوير بتاعتي كده في المطبخ. هنعمله بفكرة بسيطة جدا وفي نفس الوقت تنفيذها سهل. هعمل من ورق الفوم الديكور اللي انتوا شايفينه. طبعا لو اسم القناة بتاعتي اسم تاني كنت كتبته، بس انا مسميها باسمي فهكتب اسمي على الحيطة. تمام، هجيب كده ورق الفوم. اللونين اللي انتوا شايفينهم دول لايقين جدا مع بعض، لون السيلفر ولون البامبا. هتبتدي نجيب الخلة وهتكتبي الاسم او الحرف او الشكل اللي انت عايزاه وهنبتدي نقصه. انا كده كتبت حروف اسمي وقصيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه. وطبعا مش هنرمي حاجة، القصائص اللي فاضت هبتدي اعمل منها اشكال قلوب بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي القلوب كده اللي طلعناها من القصائص. وطبعا قلنا مش هنرمي حاجة، فاللي احنا فرغناها القلوب المفرغة دي اللي هي بتبقى فايضة من القلب بعد ما قصيناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبتدي اسويها كده ونلزقها بالشكل ده، بتدي شكل لطيف جدا. نيجي بقى في الخلفية نبتدي نلزق الحروف اللي احنا عملناها. انا هنا كنت بلزقها لفوق بس لقيتها مش هتظهر في التصوير، فهنزلها لتحت شوية. هي على الحقيقة شكلها احلى كتير كمان، بس الاضاءة مش مبينة اللمعة بتاعت الحروف ومش مبينة شكلها. في الهل كل وقت في الاضاءة الوقتي وهتشوفوا الشكل عامل ازاي. انا هنا نزلتها لتحت شوية ووظفت القلوب على الحيطة بالشكل اللي انتوا شايفينه. هبتدي اقلل الاضاءة شوية علشان تظهر معاكم. شايفين شكلها جميل جدا ازاي؟ اللمعة بتاعتها شكلها تحفة. هبتدي اجيب بقى الاشكال المغناطيس بتاعت التلاجة، شكلها عجبني فقلت برضو مفيش مشاكل ان احنا نعلقها. دي الاشكال هبتدي اثبتها بمسدس الشمع زي ما انتوا شايفين كده. انا حبيت الديكور جدا ويا رب الفكرة تكون عجبتكم، واشوفكم فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.